تاعو اللي كان عملها في EFM تهكم كبير، خلينا نقول حتى انتر جيومي سبان كبير لمؤرخ شاب محترم كان عطى توضيحه للفكره. للاسف ماهوش باش يكون معنا، نحترموا الحاله النفسيه اللي هو كان فيها، ومش فقط باش نتفاعل معكم في الجدل اللي حصل، ولكن حتى في السبان هذيا والهجمات اللي قاعده تصير على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تجاه محتوى قيم. فقط نقرا بلاغ السناد تبعا لما تم تداوله بصفحات التواصل الاجتماعي حول فاتورة ماء تحمل اسم الجمعية التعاونية الإسرائيلية. تفيد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأن هذه الفاتورة لعقد اشتراك قديم مسجل بدفاترها بتراخيص إدارية قديمة منذ سنة 1934 لتزويد المقبرة اليهودية الكائنة بشارع خير الدين باشا بمون بليزير أو بمنطقة برجل، على غرار العديد من المقابر والمعابد الدينية اليهودية المتواجدة بالبلاد. مرة أخرى نجيب نبدأ معك جدل بسبب عدم الفصل بين اليهودية والصهيونية. المرة هذه نلقاو خاطر كلمة إسرائيل تم التوضيح، ولكن برشا ناس يقول لك حتى وإن تم التوضيح علاش ما تمش من بعد إلغاء الكلمة هذه من اسم الجمعية التعاونية. هي ريج أنا ما ديما عندك عقلية المؤامرة في راسي. تو هي من عام 1934 بالضبط، وهبطها توها في النظام اللي هز شعار تحرير فلسطين من النهر الى البحر. الشعار راهو لا، راهو مش القول مش الفعل. لانه اللي هبطها هذه باش يقول لا راهو النظام السياسي ورئيس الجمهوريه هذا مش كما يحكي كما الفعل. هاو الحقيقه معناتها، لانهم هما يصطادوا في الماء العكر. نقول لهم لقد فشلتم، لانه مواقف تونس في العالم الكل معروف. موقف الاستاذ قيس سعيد معروف، ما ينجم يزيد عليه حتى في علاقه بالقضيه الفلسطينيه. اكثر ناس عدائليه يقول لك اللي موقف قيس سعيد على ايسار اليسار. نجيب عفوا، ولكن انت ديما تمشي، ونعرفوا الكلنا حتى متابعينا انك تمشي في نظريه المؤامره، ولكن نعرفوا اللي انت موقفك من القضيه موقف الدوله والشعب التونسي. علاش ما يعتبرش اللي يروج والجدل اللي يحصل هو غيره على القضيه الفلسطينيه؟ لانه ها موقف تيجي دخل اسرائيل من عام 1994 قبل اسرائيل، نحكيو على الكلمه اللي كانت موجوده يا ريج. أي. الجمعيه هذه قبل دولة 1934 قبل دولة الكيان بالضبط، ولكن المعلومه وصلت والتوضيح صار بعد انتشار الفاتوره هذه. هي الجمعيه هذه فما مقبره يهود في مقبره يهود في المون بليزير. راهو عندنا ناس يهود، راهو بالدستور التونسي حريه المعتقد، الناس تعتقد يلزمهم يدفنوا في الجبانه هذيك. الجمعيه هذه الماء فاتوره الماء بتاع الجبانه هذيك معناتها مش الدوله التونسيه مطبعه في السريه، لانه الهدف بتاع خروج الفاتوره هذه. وانا ريت جماعه متسيسين يروجوا فيها، جماعه متسيسين يروجوا فيها شيء معناتها شوف هالنظام هذا الشعار كيفاش والممارسه كيفاش. اليوم نقول لهم لقد فشلتم، ويجي نمشيو للصحيح. تعال ذاك هو الشعب زعفكم، تعال ذاك الشعب كرهكم. وين به؟ تو الجمعيه من 1934 نجوا نحوا لها واخذها رخصه بها. نجيب من مناصرين النظام اغلبهم راهو اللي عاملين الحمله راهو من مو صحيح بالاسامي. بالاسامي وانا نقول لك شكون لا بالاسماء اللي يعملوا في الحمله ماهمش يعني ضد النظام. تمشي معنا نجيب في انه هي هذه حمله والتسريب